يعرفني. عشان ابيع انا لازم ادخل كم كبير من العملاء دول بيمشوا بحاجه اسمها فانل. الفانل ده لو مشوا فيه بشكل مظبوط بينزل لي من تحت حاجه اسمها كواليفايد نيدز، العميل اللي بيشتري بالشكل اللي انا عايزاه، اللي بيقبل شروطي، اللي بيدفع لي بالطريقه اللي انا عايزها، اللي بيعمل كل الحاجات وشايف ان هي بتنجح البيزنس بتاعي. حلو. لو انا من فوق دخلت اي ناس وخلاص هينزل هيخلصوا وهيتعبوني في الاخر مش هيشتروا، هيضيعوا مني. كل مرحله بيمشي فيها العميل بيبيع بفقد شويه عملاء ثانيه. المراحل دي عباره عن ايه؟ المراحل دي بتبدا بانه العميل يعرفني اصلا، انا مين، انا بعمل ايه، انا اقدر اوفر له ايه الفرق ما بيني وما بين منافسيني. فكره مجرد المعرفه دي هي الخطوه الاولى، نقطه الاحتكاك الاولى ما بيني وما بين العميل. فانا هنا محتاج ان العميل يعرفني بشكل كويس. عشان كده بدانا بموضوع تعريف نفسنا، وان انا مستشار، ان انا حد بساعدك، ان انا جاي هنا ازود لك حاجه جديده مش اي حد تاني بيعملها. فتعريف نفسي، تعريف شركتي لازم يبقى بالقوه اللي انا اقدر فيها اوصل تحت خالص ينزل لي ليدز كواليفايد، ليدز بيشتروا بشروط. طيب العميل اللي اهتم وبدا يشوف البوست بتاعتي على الانستجرام او الفيسبوك او اي مكان، بدا يهتم اكتر، دخل يقرا. لما دخل يقرا وشاف برودكتس كتير وشاف احتكاك او شاف الحاجه اللي هو عايزها فعلا موجوده، فبدا يتواصل معايا. تواصل معايا، بدا يحتك بحضرتك. التواصل مع حضرتك ده هو خلينا نقول ايه؟ نتيجه تعب لفريق قبليكي اسمه فريق التسويق، اسمه فريق الكونتنت كريتور وفريق الميديا باير. الاثنين دول اللي بيعملوا المحتوى واللي بيعملوا الاعلانات. يبقى حضرتك مش اول حلقه وصل، في احتكاك حاصل قبليكي. لو انت جيتي هنا ضيعتي العميل فانت بتضيعي كمان الشغل اللي قبل. منطقي جدا ان انا كل ما بنزل في الفانل بتاعتي كل ما بخسر شويه عملاء، بس مش منطقي ان انا ابقى بيجي لي 200 رساله وفي الاخر اقفل منهم رسالتين ثلاثه كبيع. ده مش منطقي. ليه؟ لانه بيضيع شغل كمان اللي قبلي عمل شغل كويس، انه جاب لي رسائل لحد عندي، يبقى انا محتاجه احافظ على الرسائل دي واحولها لبيع. يبقى انا دلوقتي بعمل ايه؟ بعرف مكاني في الفانل، انا مكاني في الجزء ده، محتاجه احافظ على الشغل اللي قبلي واطور عشان يكمل معايا. طيب العميل اللي اهتم وبعت لي رساله دي بدا ياخد قرار، فبدا يبعت لي رقم تليفونه عشان ابعت له الاوفرات بتاعتي، بدا يتواصل معايا ويطلب الباك بتاعته ويبدا يعني يدخل في تفاصيل اكتر شويه ويشوف ايه اللي هو محتاجه بالظبط. بدات اخد ودي معاه، قد ما هاخد ودي معاه هيتنقل على المرحله اللي بعدها، هيبدا يقيمني، يشوف هل انا فعلا كويس وشاطر وهديله اللي هو عايزه ولا لا انا بالمقارنه بمنافسيني مش بديله الحاجه الزياده فيتعامل معايا. اسلوبي التعامل مع العميل بتؤثر على قراره في الشراء، ان هو ياخد القرار يشتري مني ولا يشتري من غيري، في تقييمه ليا. فقد ايه انا دوري مهم، انا دوري مش دوري بس، انا دوري اقناع عشان يتنقل للمرحله اللي بعدها اللي هي مرحله الشراء. يبقى انا عميلي عشان ياخد قرار يمشي كل الفانل دي. لو انا مش عارف انا دوري ايه، مش عارف اللي قبلي تعب قد ايه عشان يجيب لي الليدز دي، ومش عارف احولها، يبقى هنا في مشكله. انا جزء من بروسيس من خلينا نقول ايه، من سايكل كامله العميل بيمشي سهل، هي اللي هتخلي ما بيني وما بين العميل ده تفاعل مستمر وسهل. يعني مش مجرد المسج، لا انا الموضوع ما بيني وبينك رايح جاي، مش لقطه ودي. فاهماني؟ ده هيخلي ليه فرصه اعاده الشراء، فرصه انه يشتري مني مره ثانيه اكتر بكتير جدا. هيخلي خدمه العملاء لما تيجي تعالج الشكاوي بتاعتها الموضوع معاها سهل وبسيط وسريع. هيجي يساعدني ان انا اعمل لي عرض مخصوص عشان، فانا النهارده هكريت باج عشان العميل بتاع الاكسسوارات، هكريت باج عشان العميل بتاع الملابس بطريقه معينه تساعده انه يعمل حاجه معينه. كل ده بيسهل عمليه البيع فيما بعد. يبقى انا محتاج قبل ما افكر في البيعه بتاعتي افكر في ان انا ابني علاقه الاول.
انا شغلي كمودريتور ايه هو؟ اصلا الردود الحلوه بدات تطلع يا جماعه. بساعد اللي قدامي انه يوصل لاحسن حاجه. انا شغلي مش بس ليه، انا شغلي عشان ابيع انا محتاجه اساعد اللي قدامي واقدم له قيمه. والله حبيته والله. طيب هي هنا قالت نقطتين، ان هي بترد على المسجات بتاعت العملاء، وان هي بتساعد العملاء وبتقدم لهم الدعم الفني في اي مشاكل او في اي طلبات او في اي حاجه هو محتاجها. خلينا نقول ان هي بتفولو اب مع العميل، هي مش شغلتها بس بيع، لا هي كمان بتفولو اب، بتتابع وبتشوف البيعه بتاعتها راحت لحد فين، مين العميل اللي اقتنع وخلاص تمام، مين العميل اللي لا لسه محتاج شويه شغل اكتر. حد كتب لي كومنت سلبي، حد كتب لي كومنت ايجابي، ايا ما كان الكونتنت اللي بينزل على البيج بتاعتي ابقى انا مجهز له الباك بتاعته. حد كتب لي كومنت اتابعه وارد عليه فورا. يبقى انا اول حاجه محتاجه في ايه المشكله هي اصلا. المشكله عشان اعرفها محتاجه اسمع العميل ده كويس، محتاج لما يتكلم يبعت لي سؤال، يبعت لي مشكلته، يبعت لي اي حاجه اسجل الكلام ده، مش اخده بايدي هيتنسي. المشكله اتسجلت خلاص هي هتوصل او هنشوف لها حل، سواء انا بنفسي او مع الاداره. يبقى اول ما بستلم مشكله انا لازم اسمع كويس، اعرف ايه المشكله وتفاصيلها، اعرف الباك جراوند بتاعت العميل، هو دي اول مشكله معاه ولا لا، ايه اللي حصل بالظبط، الكلام ده كده. عشان اعمل ده لازم اساله الاسئله المناسبه، افهم اصل المشكله ده جاي منين؟ جاي من عندي ولا من عنده؟ هل المشكله سهل ان احنا نحلها ولا لا؟ الاسئله مناسبه اكوردنج كيس زي ما استاذ قالت. طيب محتاج كمان افهم العميل ده بيتكلمني ازاي؟ بيتكلمني بطريقه متعصبه زي دي والاستاذه اميره، ولا بيتكلمني بطريقه لسه الموضوع في اوله زي ما بيتكلم مع الشباب. حسب طريقه ونبره العميل ببدا اشوف انا هصعد الموضوع، هصعد المشكله بتاعته لحد فين. ممكن يبقى هو مجرد قلقان، انا الاوردر اتاخر عليا شويه صغيرين فانا بس قلقان محتاجه اتهندل، فده خلاص امر بسيط هعرف اهندله. الشكوى انت استلمت شكوى عموما، اي شكوى تسلميها واحنا هنشوف هي بتاعت مين، بس ابقى عارفه ان في شكوى اصلا، لكن هحل شكوى زي من غير ما ابقى عارفاها. لا احنا متفقين الشيت بتاعك بيأصين 3 أو 4 معلومات، يا اما اوردر، يا اما تعديل اوردر، يا اما عميل محتمل اللي لسه ما طلبش اوردر، يا اما شكوى. فالشيت بتاعك فيه الاربع حاجات، كل النتائج بتاعته بتروح في شيت من الاربع شيتات دي، وبناء عليها الشخص المسؤول يبدا ياخد الخطوه اللي بعدها. ف يعني لا كل حاجه حتى لو المشكله مش طالعه من عندك لازم اسجلها عشان الشخص المسؤول يبدا يحلها. ممكن نتواصل معاه واتس اب، لو المشكله كبيره او العميل صعب شويه ممكن نتواصل معاه تليفون، بحيث ان هو ايه العميل لما بيسمع نبره الصوت في التليفون او لما بيتكلم مع حد في التليفون بيحس ان هو مطمن شويه. صحيح انجز، لا انا كمان اقدر ارفع سماعه التليفون عشان انجز، اوجز هنا سواء في مشكله او في اوردر. انا مش محتاجه اطول مع العميل واضيع وقت مع العميل الاول عشان يحس ان هو في حد بيسمعه، وانا مش داخله اهاجمه على طول ولا لا انت المشكله من عندك، لازم اسمعها. لو هي مثلا في مشكله من عندنا احنا ممكن اهندل الدنيا معاها واطمنها شويه، ان حتى لو هي مستعجله على الاوردر ده او مثلا في مشكله في الاوردر بحاول اطمنها، او مثلا اعمل لها اوفر معين زي ما كنا عاملين مثلا ان في خصم 5% على الاوردرات المتاخره. بحاول يعني بشوف المشكله فين وبقدر احلها على اساس المشكله نفسها. محدش يجي يقول لي بقى ايه انا مش عارف افتح كلام معاه، لا انا مش عارف اهرب من اسئلتي، هو داخل يسالني في سعر فانا مزنوق، لا في بدل السؤال مليون. طيب الاسئله دي ممكن تبقى زي ايه؟ ممكن يبقى سؤال مفتوح، انت محتاج ايه اصلا؟ المناسبه اللي انت عايز عشانها الفستان او الطقم او اي مكان جديد ايه هي؟ ممكن تبقى اسئله توضيحيه عن نوع المنتج نفسه، انت عايز شجلان ولا براند تاني؟ انت يهمك اكتر القماشه وخلينا نقول جوده المنتج ولا سعره؟ ممكن تبقى اسئله عن هو بيحب ايه؟ انت بتحب الالوان الزاهيه ولا بتحب الالوان الغامقه؟ ممكن تبقى اسئله عن انت جربت المنتج ده قبل كده وكان حلو معاك، خصوصا بقى في الحاجات بتاعت الميك اب والكلام ده، جربتها قبل كده الدرجه اللي كانت اسهل معاك استخدمتها، الكلام ده كله. ممكن اسئلتنا تروح لحته فيها سنس، فيها مشاعر، انت بتدوري على حاجه عشان
مناسبه معينه، بتدوري على حاجه مثلا دلع وبتاع ولا حاجه فورمال، يعني ناخد الموضوع لحته لطيفه شويه. ممكن تبقى اسئلتنا عن الميزانيه. انا انت عامله بادجت معين للاوردر ده ولا لا، الموضوع مفتوح معانا لحد فين؟ ممكن تبقى اسئله عن الوقت. يعني في 70 سؤال ممكن نفتح بيهم كلام، غير ان انا ابقى مجنون في حته ان انا لازم ارد على اسئله. انا هرد على سؤالك عينيا الاثنين، بس بعد ما انت ترد على سؤالي انت ردي لي على سؤالي عشان انا اعرف اديك الاجابه المظبوطه. عشان مش محتاجه خالص اشوف رساله بدات يوم 21 خلصت 28. المشكلة مع الكلاينت نفسه. لا ان هو ما يردش، انا بعمل له فولو اب. ما أنا بعمل هو لو سبته يستنى العمر كله. معلش، ما احنا كلنا عندنا حاجات عايزين نشوفها وبنقعد نعملها للسنين، صح؟ لكن لو حد بيزن عليا بطريقه شيك، وهنيجي لحته الزن دي ازاي بيزن بطريقه شيك شيك شيك. فلو حد بيزن عليا بيفولو اب مش بيزن، هتلاقي الموضوع في حته ثانيه. يبقى احنا بس خلينا نتفق دلوقتي على مبدا الرد السريع، وهنشوف تفاصيله بعد شويه. بس نتفق ان احنا محتاجين نرد بسرعه. فالحاجات اللي بتنط مننا قوي لا مش عايزين نشوفها. نتفق على التواصل الشخصي. انا بكلمك انت، انا بكلم ساره بعينها اللي عايزه درس عشان مناسبه معينه، مش بكلم ساره اللي هي جايه تشتري اي منتج من الشيء. لا، انا بكلمها هي باحتياجاتها هي، باسمها هي، ما بقولهاش يا حبيبتي بقول لها يا ساره. خلاص، اللي قابلناها من شويه فكره ان انا اوصل للعميل انه لا اتعب انت بدل ما اتعب انا، دي حاجه هتطفش من ايدي في لحظه. لا، هو جاي باستفسار. الاستفسار ده انا معلش اتعب شويه واجيب انا اللينك بتاعها واعمل له انا الباك لحد عنده، اجهز له التجهيزه اللي هو انا بسهل عليك، انا مش عايز اتعبك، لا انا هاخد من وقت شويه صغيرين عشان اخلص البيع دي والباقي رايح جاي كتير. اللي داخله تقول لي يا حبيبتي وقلبي واروح يا عمري، برد لها بالمثل. لا انا من حباها حباها ومن كراهها كده. اللي لا بتحب ان هي تتعامل فورمال وتلاقيها داخله معاكي جد وهي داخله على طلب معين، فانا اعملها بنفس الطريقه، اسميها باسمها يا استاذه فلانه، اديها اللي هي عايزاه بالظبط في المختصر المفيد. يعني كل عميل حسب الطريقه اللي هو بيكلمني بيها. بينج بونج المودريشن ده بينج بونج انك تدوني. فبجد برضه من الناس اللي بتعجبني فكره ان انا بتعب عشان اوصل للعميل معلومه صح. انا النهارده جبت نصيحه العميله ان هي تشتري الفستان ده، جت استلمته لقيت خامته يعني حاجه ما يعلم بيها الا ربنا. هتبقى في وشي ولا في وشها ولا في وشي؟ يعني في وشها. انا هنا مش شخص، انا هنا شركه، هنا يعني اكبر من مجرد شخص رد عشان يقفل بيع. فكل كلمه بقولها انا لازم ابقى مسؤوله عنها مسؤوليه كامله. مسؤوله عنها ده معناه ان انا لازم ابقى عامله سيرش كافي اللي يخليني لما ارد على حاجه ابقى برد برد حقيقي صح، مش برد وخلاص عشان اقفل ده. حلو؟ فنتعب شويه ندور على الريفيوز على المنتج اللي بيتسال عنه، عشان لما ارد ابقى قد الرد بشكل شخصي كده، كاني بكلم كل واحد على حده، مش بقول كلام عام، مش بقول كلام انا مش مسؤول عنه، لا بعمل سيرش عن الحاجه اللي انا عايزه اقولها كويس عشان اوصل المعلومه بشكل كويس، ابقى موجود بشكل مستمر ودايم، ابقى برد بسرعه، بعرض المساعده، بشارك كونتنت لطيف، شايف ان انا عندي بوست على البيج هيناسب ان هي بتسال عنه، فابدا اشير البوست ده معاها. ممكن استخدم تمبلتس جاهزه للردود زي اللي احنا مجهزينها. حاجات كتير ممكن تحسس العميل بالاهتمام، غير ان انا ابقى باوفر حبيبتي. وعملت اوردرات بسببها. بناء عليك عملت اوردرات بسببها. طيب يعني الناس قدام بس عملت فول اب معاهم وجابوا اوردرات. طيب خلينا نقول انه في الفولو اب اتعمل مره بطريقه وبطريقه. مره جابي وعمل اوردرات، وفي مره ما جابش بالشكل المطلوب وما عملش اوردرات. ده معناه ان انا ما عملتش فولو اب؟ لا بالعكس. خلينا نتفق تكلفه حساب عميل جديد اكتر
20 مره من تكلفه ان انا افولو اب مع عميل واخليه يشتري مني. يعني انا لو بجيب عميل جديد هدفع له اعلانات ب 20 جنيه، لو هعمل فولو اب معاه هدفع له جنيه واحد وهيشتري مني. حلو؟ فده معناه ايه؟ معناه ان انا التعب اللي بتعبه في العميل الجديد بتعبه 20 ضعف العميل اللي انا تاني مره وبدات الكلام معاه وما بكلمتش. حلو؟ الفولو اب بيسهل او بيعدي على الاقل نص الجهد. طيب انا دلوقتي عايزه اعمل فولو اب بس من غير ما احسسه ان انا يعني مش عايزه اقولها بطريقه بلدي، بس خلينا نقول مش هلح عليه زياده، بس في نفس الوقت عايزه اعمل فولو اب بشكل شيك شويه. هعمل ايه؟ اول حاجه هبص على الهيستوري، الكلام اللي فات ما بيننا وقف لحد فين؟ النقطه اللي وقف عندها هي النقطه اللي هبدا بيها من جديد. فانا محتاج افهم او اعرف او اقرا اتعب شويه في ان انا افهم الباك جراوند عشان اشوف الخطوه اللي بعدها هتبقى ايه. محتاج اسمع اكتر ما بتكلم، محتاج اشوف الراجل ده وقف عشان ايه. فمش مجرد هو واقف فين، احلل واقف عشان ايه، افهم ايه اللي شاغل باله، افهم هو خايف، هو قلقان، هو مش عارف يختار، هو ايه الحقيقه بقى، مش اللي بيتقال لي من الظهر، لا بطل الكلام فيه ايه عشان اعرف احل المشكله. محتاج برضه اديله مساحته، ما يجراش حاجه، يعني اديك 24 ساعه بحالهم تفكر فيهم، بس اكتر من 24 ساعه لا انا كل ايديا برضه انا عايزه اخلص. فايه يبقى اديله اول مره 24 ساعه. طب عشان انا برضه بحب احترم مساحه الناس وبحب اديهم وقتهم، يبقى تاني مره اديله 48 ساعه. يبقى اديتك مساحتك بس في نفس الوقت عملت الفولو اب بتاعي. يبقى اول متابعه بعد يوم كامل من ان انت قلت لي انا هشوف وارجع لك. تاني متابعه بعد يومين المتابعه الاولى. حلو؟ ثالث متابعه ممكن تبقى ايه بعد 4-5 ايام اسبوع ما يجراش حاجه خلاص، لان ده بالنسبه لي بقى عميل 50-50، ما بقتش ضامن ان هو عميل فعلا، هو جاي يسال وخلاص. بس فكره المتابعه لازم تبقى حاجه اساسيه. انا ساعه اولانيه في كل يوم بدات الشغل النهارده، الساعه الاولى بتاعتي لازم تبقى الفولو اب بتاعت المسجات بتاعتي من 3 4 5. جات لي ساره هي في الحماس واخدها، دايما حماس البدايات ده حاول نستغله. حماس البدايات كل الناس بتعمل كده. حماس البدايات بيعمل فينا ايه؟ بيخلي عندنا الباور وبيخلينا ناخد قرارات احنا مش حاسبينها كويس، صح؟ فنستغل حماس البدايات اللي عند العالم. حماس البدايات نحاول نستغله في وقته، ما نخليهوش نمر عليه وقت طويل. استغلناه ساعتها هنقفل الدين قد ما نقدر، ما استغلناهوش يبقى ايه احنا مطورين مع بعض وربنا يعيننا بقى. عشان اوجه كلامي، فانا محتاج لما اي حد بيتكلم معايا يسالني سؤال انا عايز اقرب منه فيك كده، فابدا كلامي بايجابيه، ابدا كلامي بلطافه، ابدا كلامي بان انا متحمس النهارده اساعدك ويعني اديك احسن سعر، احسن حاجه انت محتاجها مني. قد ايه انا يعني متحمس فعلا ان انا اقعد معاك النهارده واعرف انت احتياجاتك ايه واساعدك واجيبها لك واجمع لك الباقي ويلا بقى بينا نعمل ده. فكره الحماسه اللي بتبقى فيا وانا برد على الرساله او برد على التليفون او بعمل ده، قد ما انا متحمس فعلا قد ما ده بيتنقل للعميل بتاعي. اتنقل للعميل نص بيع خمسه. حلو؟ فاول حاجه حوار ايا مكان انا محتاج ان انا ابداه بشويه حماسه وشويه ايجابيه، هتلاقي الموضوع فتح معايا. محتاج ان انا في النص كده اديها خلينا نقول ايه كومبلمنتري، يعني حاجات تشجيعيه شويه. الله ده زي حلو قوي، الله ده الحاجه اللي انت اخترتيها دي تحفه وبنات كتير قوي يجربوها. الله ده الشوز ده مع الفستان ده انت اختيارك ما شاء الله فظيعه فظيعه كده. ماشي. اللي هي اختارته او لها ده فلانه كمان اختارته، ده انا عندي الاوردر الاخير ده انا طالبه من نفس القطعه دي 4 قطع ل4 عملاء مختلفين. احسسكم ان الموضوع لا انتوا قد ايه انتوا جامدين قوي، يعني قد ايه انت عميل ما فيش زيك اثنين. واحاول قد ما اقدر اقفل المسج بقفله لطيفه. انا مبسوطه ان انا كنت معاك النهارده، هسيبك كده ساعتين
عشان انا بحترم وقتك بس عشان حاجه فاهم. وطبعا اديله كل الضمانات اللي اتفقنا عليها، احنا البروجكت بتاعنا كذا، احنا بناخد ضمان كذا، انت تقدر تتاثر، تقدر تسترجع، تقدر وسط الضمانات اللي فيه ممكن يتباعوا. انا هنا بقى مش بتكلم بس على المسجز، انا بتكلم كمان لو اتكلمت مع عميل بشكل مباشر، لو يعني كل الكيس اللي فيها تواصل مع العملاء. حلو؟ محتاج اقفل المكالمه بتاعتي او اقفل المسج بتاعتي، فهلخص كل الكلام اللي دار قبل ما اقفل. اقول له احنا اتفقنا على 1 2 3، احنا اتفقنا خلاص، انا منتظره ان حضرتك تبعت لي قدام اللي هيبقى فيها 1 2 3. انا قفلت الكيس بتاعتك بالاوردر الفلاني، بتعملوها حلوه قوي في الاوردرات لكن مش بتعملوها في العادي. العادي اهم من الاوردر. الاوردر انا كده كده محتاجه اعمله عشان هسلمه لحد بعد يشتغل عليه، لكن في العادي في المتابعات العاديه انا لازم اعرف انا وقفت مع العميل ده لحد فين، ده هيسهل عليا الخطوه اللي بعدها. محتاج ان انا ابقى بعمل ملخص شامل كده واقول له احنا اتفقنا على 1 2 3. ممكن كمان اقفل بان انا ادعوه، اقدم له دعوه انه يزورني في المقر بتاعي. امال انا عندي مقر بلاش، احنا ان شاء الله هنعمل ايفنت كل شهر، فيبقى قفلت المسج بتاعتي ان هو احنا عاملين ايفنت الشهر الجاي يوم كذا، وابعت له الانفيتيشن بتاعت المسج بتاعت الايفنت ده. ممكن اقفل معاه انه يلا بقى انا مستنياك وانا متحمسه قوي ان انا اساعدك في الحاجه اللي احنا اتفقنا عليها. ممكن اقفل معاه خلاص انا هتابع معاك بعد يومين، فابقى مدياله هنت ان انا مش جايه اغلس عليك بعد بكره، لا انا جايه اساعدك بعد. فاهماني؟ فبديله الهنت من دلوقتي عشان لما يجي بعد بكره يبقى الموضوع سهل وبسيط. ارد عليها يا جماعه؟ بس هي بتخلف نفسها بتفكير جميله بتعجبني. طيب خلينا في القصه عموما. لما يبقى عندي عميل عنده مشكله مع السعر ده معاه، اول حاجه بعملها ان انا محتاجه اسمع مشكلته كويس، اعرف هو ليه عنده مشكله بالسعر، هو مشكلته دي عشان بيقارنني بحد تاني. فانا هعمل ايه؟ هبعت له رساله صغيره اقول له انا فاهمه ان السعر ممكن يبقى عالي بالنسبه لك، فانا هنا بقول له المشكله عندك انت يا باشا، المشكله مش عندي، انا مستعجل اشتري. انا فاهمه ان السعر ممكن يبقى عالي بالنسبه لك انت، بس ممكن تقول لي ايه اللي مخليك شايف كده؟ فهنا انا بديله مساحه يبدا يفهمني ايه المشكله اللي عنده اصلا. هل انت شايف السعر عالي عشان عندك بتقارني بحد تاني ولا عشان ايه بالظبط؟ ابدا اسمع، ابقى هادي، ادرس اعتراضه كويس، اعرف هو معترض على ايه. ده رقم واحد. بعدين ابدا افهمه طيب انا سعري عالي او باخد ديبوزيت في الاول عشان بوفر لك 1 2 3. ما بتدخلش في مشاكل شخصيه، مشاكلك انت جوه الشركه دي مشاكل شخصيه. مش هدخله في مشاكل الشخصيه، لكن هبدا اشرح له ليه انا بعمل ده. انا بعمل ده عشان اضمن لك 1 2 3. يبقى انا هنا ما دخلتوش في مشاكل، لكن نفس الكلام صيغته بطريقه انا بعمل لك ده عشان كذا، باخد الديبوزيت ده عشان كذا، واركز على الفوائد والمزايا اللي انا بقدمها بالمقارنه بالمنافس بتاعي. اعمل ايه كمان؟ ابدا اقدم له خيارات بديله. يعني ايه خيارات بديله؟ يعني لو السعر عالي انا ممكن اختار لك منتج تاني مناسب للميزانيه. لو السعر انت شايفه عالي لو تحب انا ممكن ارشح لك موديل تاني او منتج تاني او كذا. ابدا ادور له على بدائل. باخد اسمه الاول، مش وبرضه خلينا برضه نقول نقطه، مش بقولها له بطريقه لا ما هو انت عشان انت فقير ومعفن لا لا، خلينا الموضوع فيه شويه لطافه. انا ممكن ارشح لك منتج تاني بشكل شيكي، مش يحسسه ان انت عندك مشكله. انا حسستها له بالشكل الشيكي الاول لما قلت له ممكن تساعد عادي بالنسبه لك انت. يعني مش عايزه الموضوع يفتح مننا في حته مش مقصوده. شوفي بس حضرتك محتاجة ايه وعلى حسب كده هنظبطها مع بعض. انت قلقيش وعاملة لك اوفر برضه عشان حضرتك اول مرة تطلبي مننا وكده ونظبطها مع بعض. بتنسى موضوع تسألني على السعر ده تاني اصلا. بالظبط، ده بالظبط المطلوب، ان انا انسيها مش ياسر. مش بتسألني اصلا الا واحنا بنقفل الاوردر خلاص مش بتسأل. اولويه للناس اللي بتقفل، ما بنديش اولويه للي مفتوح. بالعكس المفتوح ده هو عميل محتمل هو اللي هيقفل معايا بكره، فانا محتاجه افتح معاه صفحه النهارده عشان يقفل معايا صفحه بكره بس.
انا محبطه و انا محبطه وعندي تارجت ومش عارفه اقفله، ويعني بصي خلاص بقى الموضوع معايا وحش قوي، اعمل ايه؟ ابيع رغم ان انا محبط ومتضايق ويعني بصوا جاي بجد خلاص. اول حاجه انا محتاجه اعبر اصلا ان انا محبط ومتضايق، فايه ما اقعدش اكتب في نفسي ولا دي الشركه حاطين لي تارجت ابن لذينه انا مش عارف احققه واقعد بقى ايه اكل واهلي في نفسي. بعدين بدل بقى ما ابص في البابليك كده بس بصي تاني من بدايه التارجت انا هعمل ايه؟ انا هجيب 70 اوردر في اليوم هعملها ازاي؟ لا انا طاقتي محدوده، انا لسه صغير على كده وايه واقعد اكل في ودني ساره وساره تاكل في ودني وان احنا الاثنين نكبر المواضيع. بصوا يا بوس، اول حاجه محتاجه اعملها لو انا محبط فعلا اجي زي ده يا استاذه مريم انا بجد متضايق عشان واحد اثنين ثلاثه وخلاص الموضوع ده مسبب لي احباط ويعني شوفوا له حل، انا متضايق مش عارف احقق وساعدوني. كلمه ساعدوني هنا خلتني انا افك عن نفسي شويه واستاذه مريم تعرف مشكلتي فين فتبدا تحلها لي. اتفقنا؟ فاول حاجه انا محتاجه اعملها اعترف اصلا ان انا عندي مشكله وابدا اشير المشكله دي مع اللي حواليا كلنا نلاقيها حل. طيب تاني حاجه زي ما قالت محتاجه ابص تاني ايه هدفي اصلا؟ انا هدفي متقسم لمجموعه حاجات كتير. اخد السلسله من اولها وابدا احقق اول السلسله اللي هي التواصل الفعال اصلا، التواصل المظبوط اصلا عشان اعرف احقق التارجت بتاعي ما اوصلش ان انا يجي لي اهداف. فمحتاج ابص على اهدافي ابدا ارجعها تاني اشوف انا محقق ايه. لو بصيت كده بس شويه صغيرين ورايا هلاقي ان انا فعلا في حاجات اوريدي محققها. فانا حتى لو محبط هبص على اللي حققته هلاقي ان انا لا يعني في امل في مش ما فيش. ابدا الاحباط ده احوله لدافع. ايه الدافع؟ احوله لدافع ازاي؟ باني تارجت اكبر مني بكتير؟ لا انا هاخد الخساره برضه وابدا اقول لها طب انت شايفه ان انا ممكن اعمل ايه؟ ايه الكورس اللي انا محتاجاه عشان يعني ابدا اعدي المشكله دي؟ ايه اللي انا ممكن نبدا ندور ونفكر في حلول ونفكر فيها بصوت الردود بتاعتي عشان ابقى مستعد لاي سيناريو هيتقال اصلا. الامور كلها يعني عارفه كل الاحتمالات قدامي، الموضوع ما بقاش صعب، فده يخلي ردي على العميل اسرع، خليني جاهز دايما مستعد، مش لسه هفكر في الاجابه واقعد اصيغها واقولها بشكل كويس ومش عارفه ايه. لو رديت اسرع وبشكل شيك وبالشكل اللي العميل مستنيه ده هيخليني اظهر بشكل بروفيشنال اكتر، فبالتالي نتيجه المحادثه دي هتبقى احسن. فبالتالي التوتر اللي عندي وان انا بحس ان انا مش ملاحق وبعمل ما بينفعش الكلام ده كله هيبدا التوتر اللي عندي ده يبدا ويقل. كل ده هيساعدني ان انا اوفر وقتي واوفر مجهودي واوفر الطاقه اللي ببذلها مع عميل واحد بدل ما بقعد اكريت بقى المسج من الاول وابذل وقت ومجهود كبير. لا الموضوع هيبقى معايا اسرع شويه يخليني مركز في التفاصيل، مركز مع حد بيسال سؤال جديد، مركز مع الراجل ده بيقول لي ايه فانا ايه الرد الانسب اللي هديه له بدل ما لسه هكري في الرد. لا انا بس اشوف ايه الرد الانسب وابعته له على طول. ده يخليني بحل مشاكلي والمواقف اللي بتحصل معايا بشكل اسرع. فخلينا متفقين ان لا لازم يبقى في سكريبتات واضحه، لازم يبقى في تحديد للرسائل والمسجات اللي بوصلها للعميل بتاعي. هرجع اقول تاني زي تيم التلفزيون، زي التيم اللي بيعمل فيلم او مسرحيه، لازم يبقى فيه حد مسؤول بيكتب السكريبت ده مكتوب فيه كل التفاصيل، بس كل ممثل بيأدي بروحه وبدوره. ما ينفعش اكتب كوبي بس، ما ينفعش اطلع ابقى مكشر كده وبقول للناس حاجات لا يعني باخد من العميل وبلعب معاه بينج بونج. ده الشغل. طيب خلينا نبدا ناخد اكزامبل كده عملي بالسؤال بتاع الاسعار عندكم كده. حد دخل سالني انتوا بتضربوا في كام؟ السعر عندكم كام؟ قلنا قد ما نقدر عايزين نهرب من سؤال الاسعار. ليه؟ لان انا مش عايزه اتحط في مقارنه مع اي عميل تاني بشكل مباشر من اول احتكاك. لا انا عايزه اخد ودي معاكي مره اثنين ثلاثه وبعدين ابدا اديك المعلومه بتاعت السعر عشان ما تدخلنيش في مقارنه من السعر بس، لا دخليني في مقارنه حاجات ثانيه.
بالظبط هبدا اديها السعر، بس هديهولها بالاسر العام. بص برضه عشان انا شفت اكتر من رساله فيها كلام كتير، يعني عايزين من المايك نقلل حجم الرساله ونوصل معلومات اكتر. فانا هديها اقول لها ان انا بضرب في 13 ونص، وبدي عرض لو دفعت 80 هديك 5%، وعندي تصريف. اديها 3 معلومات بشكل مختصر جدا في رساله واحده. حلو. فده يخليها ده الموضوع كبير. طب لو عندك يعني لو انت معترضه، لو مشتغله، لو محتاجه تفاصيل اكتر، محتاجه توضيح اكتر بشكل عملي، ابعتي لي الكتاب وانا هحسبها لك بطريقه باحسن عرض يقدم لك. دايما احاول ارد ان انا بقدم لك احسن، او شغلتي هنا ان انا اجيب لك احسن سعر. انا خلاص مش عارفه ادخل معاكي في الحته بتاعت شغلتي اجيب لك احسن منتج، يبقى ادخل لك في حته انا بجيب لك احسن سعر. هو احنا اول حاجه لما بنيجي نبدا مع العميل ان احنا نعرف نفسنا للعميل، مش بنعرف كده اللي هو مساء الخير معاكي فلانه من شركه بيلا ستور وخلاص. لا، انا بقدر اقدم لها نفسي بطريقه احسن من كده، بحيث ان هي تبقى فاهمه مين الشخص ده وبيعمل ايه، او ايه لازمته معايا، او ايه دوره معايا. تمام. اكتر حاجه ان احنا محتاجين نغير اتيتيود التعامل كله مع العميل من اول الرد للبروسيس نفسها. يعني طريقه التعامل معاه، من احنا كل الاول السؤال هو بيساله بنبدا نرد عليه بكل اللي هو عايزه، وبعدين نشوف بقى هيبعت الاوردر ولا لا. لا، انا هاخده في حته ان اديني الاوردر بتاعك وانا اساعدك في ان احنا نعمل الباك، بعدين بقى نتناقش في حتة الأسعار ونخش للحاجات اللي بتزعله هو. لا، يعني أخده ناحيتي أنا في إن بطريقة التعامل معاه، بطريقة الكلام نفسه، إن أنا عايزة أساعدك وأنا مش همي إن أنا أبيع وخلاص. لا، إحنا في ما بيننا هيبقى في علاقة كده كويسة، فهيطمن إن أنا تمام، مش همي إن أنا أخد منه ديبوزيت وخلاص. فبالتالي ده هيساعدني اكتر ان انا يبقى في الاخر الديل ده هيتقفل، مش ان انا اديتها اجوبه وهي تسالني وانا اللي هو انا عايزه اطلع من نطاق المودريتور ارد وخلاص. لا، انا معايا كلاينت اللي هو في علاقه ما بيني وما بينه، لا بعيدا عن اسئله محفوظه وارد عليه. فهاخده في حته تانية عشان اقدر ان انا اقفل بطريقه ايجابيه. مش طريقة الرد على العميل بتفرق جدا. يعني في ناس، يعني مثلا لما نيجي نقول في أي مشكلة مثلا قدامنا، نقدر إن احنا نكلم العميل فيها، أو إن احنا نقدر المشاكل دي نبعد عنها، بحيث إن احنا لما نيجي نتعامل مع العملاء يبقوا فاهمين إن احنا بنتعامل ليه أو بنقول إيه، أو إن احنا شركة مش بيدج كده بتقول أي كلام وخلاص. ان العميل لما يجي يوصل لنا المرحله اللي احنا فيها، بيبقى هو خلاص بيبقى جاي لنا يعني بيبقى ناتج عن كذا مرحله تانية هو وصل لنا، فاحنا لازم يعني ما نضيعش كل اللي فات ونكمل معاه للطريق دي، عشان ولا نبوظ الشغل اللي فات ولا نبوظ شغلنا احنا ولا نعمل مجهود على الفاضي. يعني بنبقى مثلا حابين ان احنا يعني نقرب للعملاء اكتر، نحسسهم ان هو لا، احنا خايفين عليهم شخصيا، مش مجرد ان انا داخله اخد منك الاوردر واخد منك البيعه وخلاص. لا، انا داخله احسس العميل لا، انا خايفه عليك وخايفه على مصلحتك، فاقدر افيدك في ده في ده في ده، وهقدر اساعدك في اي حاجه انت تطلبها. اول حاجه ان انا نتاكد ان الشات بيبدا مع العميل بدايه صح وبينتهي بنهايه صح. وتاني حاجه اللي هو الخطوات اللي نمشي عليها مع العميل زي ما اتفقنا عليها، زي ما اتشرح ان هو نعرف الاول هو عايز ايه، ونتكلم معاه بطريقه اللي هي بروفيشنال زي ما احنا اتفقنا، مش اسطمبة، بس نحاول ان ايه يبقى الكلام ثابت، وحاجات يعني بسيطة قوي اللي هنزودها مننا احنا. ما نردش على عميل اللي هو رد كده وخلاص، اللي هو عايز اخلص منه يعني عايش في اللي بعده وخلاص. الشيت، يعني الشيت لسه ما التزموش بيه 100%. هحتاج منهم كمان ان النهارده يردوا علينا مثلا كل واحده مشكلتها ايه، شيت بقى، فورم، ميتا، كل واحده عايزاها النهارده تجمع لي المشاكل بتاعتها عشان نقدر نحلها واحده واحده، لان احنا عايزين نبدا، يعني احنا خلاص اخر الشهر، احنا عايزين بدايه الشهر نبدأ بدايه صح، مش عايزين نضيع وقت تاني. ازاي افهم من العميل؟ مبدئيا كده هدخله وافهمه هو محتاج ايه. بعرف ده ازاي؟ بسأله
بس هو حضرتك محتاج ايه؟ طب مثلا طب جبتلك دي، طب السعر مش حلو، طب اقول لها طب تمام ممكن اشوف لك حاجه تانية شبهها، هسالها، مش هعمل كده من نفسي. طب اشوف لك حاجه كده شبهها عجبت حضرتك، ممكن نطلبها، ممكن اعمل حضرتك اوفر عليها كده. على حسب كده، على كل حاجه مثلا هي قلقانه احاول اطمنها على قد ما اقدر، اشوفها هي قلقانه من ايه، موضوع الديبوزيت، موضوع التاخير، موضوع الماتيريال نفسها، على حسب ايه هي قلقانه منه. هي اكتر حاجه يعني انا كنت فاكره اللي عايز نقولها مثلا اللي هو اول ما تسالني بتضربه في كام اقول لها، لان انا عن نفسي لو هطلب انا زنانه جدا لما باجي اطلب. يعني لو عايزه اعرف معلومه من اللي قدامي ما هو يكون سيلز شاطر، لا قولي المعلومه عشان لو في حد تاني انا هروح اسال حد تاني، او ببقى بسال كذا بيج واشوف. فطبعا عرفت ازاي اهندل الموضوع ده. ولو هي زنانه زي كده لما بكون عميله خلاص عادي في الاخر هقول لها، بس هقول لها بقى التقسيط والكلام ده. اكيد لان يعني الواحد مهما بيقعد يسال على الكواليتي وكذا في الاخر برضو السعر هو اللي بيحكمه، وانتوا فعلا احسن سعر ولا لا. فلازم اظبط معاها النقطه دي واطمنها ان دي احسن حاجه ان شاء الله. تقنعني العميل، يعني. احاول اكتر حاجه بحبها ان انا اتعامل مع العميل على حسب هو داخل مني عايز ايه، حلو. عايزني اعامله باي اسلوب. وان انا اساعد، يعني اساعده في اللي هو محتاج يجمعه اكتر من على الابلكيشن، بقراه انا الشخصيه مش بقراه هو، لان هو هيكون واثق في ذوقي في المنتج ده اكتر ما هو يكون شايفها من غير ما يجربه. المودريتور بيرد رد ثابت في كل حاجه، مثبت ردود كده بيتعامل معاها مع كل الناس. استشاري لا، انت اي حاجه انت محتاجها على الابلكيشن ده هتشقلب لك واعملها لك.